الأفاضل طلبة ثالثة ثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم الاسترشادي الخامس. قلنا في آخر رمضان الوفاء بالوعد، ووعدت حضراتكم إن أنا هحل شامل بعد العيد، وربنا أكرمنا بعد عيد الفطر على طول ونزلت الامتحانات الاسترشادية وحلينا منها 4. في منهم اللي موجود في كورس الوفاء بالوعد، وفي اللي بينزل مع الريمونتادا. الامتحان اللي احنا فيه حاليا ده الخامس، يبقى احنا كده حلينا بنحل الخامس من إجمالي اللي نزلوا كلهم 8، لأن هم نزلوا لغاية 9 وبعدين سحبوا الثامن بعد ما نزل اتحذف، فأنا مش هحله إلا لما ينزل منه الوضع الأخير، ويبقى فاضل لنا من أول دلوقتي من السادس لغاية العاشر إن شاء الله على خير، ويبقى فولي كفرد الاسترشادي. الامتحان الخامس في تجهيزه الحمد لله ما كانش فيه مفاجآت ولا حاجة، بس طبعا كل حاجة بتاخد الاهتمام المناسب بيها. element X طبعا دي بلوك فيرست ترانزيشن سيريز، ما قالش ترانزيشن element بس قال فيرست ترانزيشن سيريز، يبقى انا معايا من السكنديوم لغايه الزنك. اسيد ريزيستنس الوي دي حضرتك النيكل تو ستيل، نيكل مع الستيل اللي بلحقه اللي بكسبه بثبت فيه على طول. والله يا فندم النيكل 28 الان اي 28 توزع ارجون 18 وبعدين 4 اس 2 وبعدين 3 دي 8، حضرتك بتقول نيكل بوزيتيف 3. الموضوع بمنتهى البساطه هيبقى ارجون 18 زي ما هو، الفور اس هتبقى 0 كده شلت 2، وال3 دي هتبقى 7. عايزين حاجه الدي 7. اجابه السؤال element X from the first transition series a completely filled D sublevel, no unpaired electron in any oxidation state. Which of the following represent this element؟ التايب بتاع الاليمنت والدي بتاعه مليان كامل ب10، واي ايون عنده في الاليمنت اكس ده، اي ايون عنده ما فيهوش سنجل الكترون، كده حضرتك بتلغي اوبشن الكبر، بتلغي الكبر. الدي ب10 كبر وزنك. ليه لغيت الكبر؟ لان الكبر وهو بوزيتيف 2 ال3 دي بتاعته بتبقى 9 وبيبقى عنده واحد سنجل، فلما تقول ان مفيش اوبشن سنجل خالص يبقى حضرتك كده بتكلمني عن الزنك على طول. الاكسايد ده اسمه زنك او زد ان او، وال3 دي بتاعته بتبقى 10، وده element non transition، يبقى الاجابه لتر سي. One of the reasons of using nickel as a catalyst in hydrogenation of oil بيقلل السيرفس اريا وبيزود فرصه الاصطدام، مش معدل الاصطدام، chance to collide بتبقى اكبر على الاريا بتاعته. increase the surface area of reactant، انا ماليش دعوه بالرياكتنت، ما باثرش على اريا الرياكتنت. decrease the chance of collision، طبعا الكلام ده غلط، هو بيقلل الاكتيفيشن انرجي فبيعطينا فرصه نتصادم في عدد تصادمات يكون في سهوله في اجراء التصادم، يعني الاكتيفيشن انرجي بتقل فالموليكيول بيتصادم بمحتوى طاقه اقل. 4 اس و3 دي بيعملوا concentrating reactant on its surface، دي اجابه السؤال. بوند مؤقته بتتم ما بين 4 اس و3 دي الكترونز والرياكتنت، تنقل حضرتك لمرحله البرودكت اسهل. بيزود الاكتيفيشن انرجي، هو كده هنا بقى كتب عكس وظيفته، هو بيقلل الاكتيفيشن انرجي، اللي حضرتك كاتبه ده العكس يبقى غلط. 2 non consecutive transition element، 2 element مش ورا بعض، الاكس والواي from the first transition series. element X one of its compound used as a catalyst in contact method، يبقى ده الفاناديوم تحضير السلفوريك اسيد. element Y has the same number of unpaired electrons as in element X، عنده نفس عدد الامبيرد الكترون. الحكايه دي بتحصل وهم مش ورا بعض، في عدد الامبيرد الكترون حضرتك هتلاقي ان طالما انت قلت الفاناديوم ده عدد الامبيرد الكترون بتاعه 3، يبقى اللي زيه الكوبالت، لان الكوبالت ال3 دي بتاعه فيه 7 فيبقى عنده 3 امبيرد. الفاناديوم والكوبالت زي بعض، والايرن عنده 4 والايرن مالوش زي. التيتانيوم والمنجنيز والنيكل زي بعض، يعني حضرتك بتلاقي النيكل مع التيتانيوم هما الاثنين 2 سنجل، الفاناديوم مع الكوبالت 3 سنجل. المنجنيز عنده 5 في الدي، والكروميوم عنده 5 في الدي. الكروميوم عنده 6 سنجل والايرن عنده 4 سنجل، فالكروميوم والايرن مفيش حد زيهم في اجمالي السنجل الكترون. طيب الكبر عنده 1 سنجل في الاس، السكنديوم عنده 1 سنجل في الدي.
الكلام ده كله احنا مسلمينه لك في الريفيجن. Which of the following is correct? Radius of X is larger than the preceding element in the series. Radius X أكبر من اللي قبله، ده مستحيل. مستحيل في السيريز كلها. Effective nuclear charge بتاع Y less than، ازاي؟ طبعا ما ينفعش، حضرتك الإكس هنا في الأول والواي في الآخر. وأنا بمشي الإفكتيف نوكلير تشارج بتزيد. density Y أقل من density X، برضو وأنا ماشي الدنسيتي بتزيد. atomic mass of element Y، الماس بتاعت Y بتاع النيكل is greater than that follow it in the same series. يعني الاتوميك ماس بتاعت الواي اعلى من الماس بتاعت اللي بعده في قيمة الاتوميك ماس. اتوميك ماس واي اللي هو الكوبالت اعلى من النيكل اللي بعده، يعني كده النيكل عنده مشكلة في حكاية الاتوميك ماس. طب الاتوميك ماس بتاع النيكل ماله؟ النيكل عنده دروب صغير في الاتوميك ماس، سببه ان عدد الايزوتوبس بتاع النيكل لما بيجي يحسب له الافريج الاتوميك ماس بتاعته بتنزل سنه صغيره بس، فعشان كده الكوبالت اشطر منه في قيمه الاتوميك ماس. عايز اوريها لك وناخد الثقه مع بعض. سنه صغيره خالص، الكوبالت سابق بسنه صغيره خالص بخصوص النيكل. الدروب الوحيد اللي في الاتوميك ماس وانت نازل، الاتوميك ماس بتزيد على طول، النيكل فيه سنه بس، سنه بسبب الافريج ايزوتوبس اللي بيتحسب منها الاتوميك ماس. فالجمله دي صح. ماشي يا فندم. A, B and C 3 consecutive element الثلاثة ورا بعض in the first transition series. A anomalous electronic configuration، يبقى ال A كروميوم. كده خلاص قضي الأمر، أنا بقى معايا كروميوم منجنيز اير. Which of the following represent the correct order of magnetic moment of ions للثلاثة دول؟ طب بعد إذن حضرتك، الكروميوم 24، المنجنيز 25، والايرن 26. حضرتك عايز تخلي الناس دي كلها بوزيتيف 3، حاضر. 3 دي هنا فيها كام؟ 2 و4 6 ماينس 3 ب3، 2 و5 7 ماينس 3 ب4، 2 و6 8 ماينس 3 ب5. والتوزيع ربنا يصلح حالك. احنا خلصنا خلاص. 3 سنجل، 4 سنجل، 5 سنجل. يبقى كروميوم اقل، الاي اقل، اعلى حاجه سي اعلى من بي، اعلى من لتر اي. جبت السؤال اهي، هي دقيقه بالظبط. انزل على اللي بعده. when a confirmatory reagent X is added to salt solution Y, the color of reagent X disappear and the salt Y oxidizes. الرياجنت لونه اختفى. اختفاء اللون موجود في الكونفرماتوري تيست مرتين بالظبط. بوتاسيوم برمنجانيت للنيترايت فايلوت كلر ديسابير، والايودين للثيوسلفيت يلو كلر ديسابير. فيا اما بوتاسيوم برمنجانيت ونيترايت، يا اما ايودين سوليوشن وثيوسلفيت. شوف احنا يا هنا يا هنا. ده اللي ذاكر وهندل الكلام. كلر ديسابير دي في شابتر 2 كله مرتين اهم. تعال، برمنجانيت ونيترايت، متشكرين لحضرتك. طب والله يا فندم الايودين بيبقى مع الثيوسلفيت، انت كاتب سلفيت ما يجيبش. الاسيتيت بيعمل راسب مش اختفاء لون، والمغنيسيوم بيعمل راسب مش اختفاء لون. الكلام ما يسحش بقى على بعضه، مش هيصه هي. تعال، كبر كلورايد عمل بلاك مع الكبر يبقى CuS، يبقى ده هو في اس نيجاتيف 2. ما فيش بلاك الا 3، ما همش 10. دي مع دي طلعت برسبتيت، كبر مع الكربونيت يعمل CuCO3. املاح الكربونيت كلها ما بتدوبش ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، فالكبر كربونيت ما بيدوبش. الاكس حاجه فيها اس نيجاتيف 2 وبيحتاج الاتش سي ال يسنده، شيل دي ودي تنفع ودي تنفع ودي تنفع، لان الثلاثه فيهم اس نيجاتيف 2. طب والواي ايه؟ الواي ده فين؟ واي ده بلاك برسبتيت هيبقى CuS. لا ده CuS ما فيش الا دي بس. ايه ده؟ يعني انا كل ده اتشال خلاص كده الجمله اتحلت.
والناحيه الثانيه كربونات. ما بتضحك لك اهي بقى، حضرتك عايز دلوقتي خلصت. 100 مللي of 0.5 molar calcium hydroxide added ماشي hydrochloric acid according to or represent concentration of excess reactant. حاضر. المادة الاكسس اللي زيادة في الكونتينر تركيزها كام؟ مش مولاتها كام، تركيزها. حاضر ولا يهم حضرتك. تفاعل نيوتراليزيشن بيتم ما بين اسيد وبيز. المعادله بالانسد قوي قوي. هيدروكلوريك اسيد يبقى HCl تفاعل مع CaOH باي 2. محتاجين 2 من الاسيد يبقى 2 من، طلع لحضرتك CaCl2 زائد 2 من الووتر. كلام مظبوط. المساله فيها ليميت واكسس. هقسم البورد نصين، الام في الفي على الان ناحيتي والام في الفي على الان الناحيه الثانيه. تركيز في الحجم على عدد المولات. فين الهيدروكلوريك اسيد؟ 0.6 يبقى 0.6 ضرب 200 مقسوم على 1000 وتروح قاسم الكلام ده على رقم البالانس. والناحيه الثانيه 0.5 ضرب 100 برضه مقسوم على 1000 وتروح واخد خط وقاسم على رقم البالانس اللي هو 1. ماشي. هنا 0.2 هتشيلها مع 0 يبقى الاجابه طالعه 0.06 ده الناتج النهائي. وهنا دي هتروح مع دي يبقى كده 0.1 هتبقى 0.05. طلع ان الاكسس الهيدروكلوريك اسيد. مولز ال HCl الزياده. مولز اوف اكسس HCl بتساوي الاكسس ماينس الليمت تايمز رقم البالانس. الاكسس من حساباتك ماينس الليمت من حساباتك تايمز بالانس كوفيشنت الماده الاكسس 0.06 ماينس 0.05 ضرب بالانس كوفيشنت الماده الاكسس ب 2. دي ماينس دي ب 0.01 تايمز 2 هتبقى 0.02 مولز. هذا عدد مولات الماده الزياده. انا عايز اقول لكم على حاجه بس يعني ايه ما تفهموش ان انا بقلل والله. المساله دي نزلت في اسسمنت تانية ثانوي السنه دي الترم الاول. هي بارقامها والله، والمستند بتاعها موجود على نفس الشاشه دي وانا حللها هنا في الاونلاين بتاعهم. مش هفتح واجيبها ويعني ايه واضيع وقتكم، بس والله بامانه موضوع الليميت والاكسس ده بقى بيتلعب بيه دلوقتي، لدرجه ان طالب تانية ثانوي ترم اول اللي جاي من اولى ثانوي كان بياخد انتجريتد ساينس فيها دوره حياه السلمون وفيها البتاع البلانت بيعمل فوتوسينثيسيس بياخد كربون دايوكسيد وبيطلع اكسجين، بيروح ترم اولاني في ثانيه ثانوي بيحل المساله دي. فيعني حضرتك كن مطمئن تماما ان الامور دي اتدغدغت، يعني اتطحنت، ما عادش منها اي اثر غير حاجه كده في اللذيذ. ماشي. اللي حاطط الامتحان ده واحد ليه علاقه باسسمنت تانية ثانوي، هو كومن فاكتور، البني ادم ده كومن فاكتور في السنتين. بقى معاك عدد المولز بتاعت الاكسس HCl. لو انت بتسالني على مولاته اختار 0.02. طب وانت عايز الكونسنتريشن، عشان احسب كونسنتريشن بعد الماكس يبقى اقسم على الفوليوم التوتال. بص على القلم السماوي كده، انا معايا 100 مللي من البيز و200 مللي من الاسيد. بعد ما حضرتك عملت ميكسنج بقى الحجم اجمالا 3 مللي 300 مللي. تحول المولر كونسنتريشن، تحول المولز المولر كونسنتريشن ازاي؟ هتقسم على 0.3. الرقم ده ايه؟ الرقم ده الحجم باللتر للكونتينر كله بعد ما عملت الميكس. انت بتقول لي هات كونسنتريشن الماده الزياده جوه الوعاء، يعني الماده الزياده دي عايمه في السوليوشن بعد الميكس. الناتج بتاع الخلط ده يبقى 2 على 3 بيتهيألي هيبقى 0.667 اعتقد، يعني ان الكالكوليتر هتطلع لحضرتك 0.0667 مولر. ده بعد ما قسمنا دي على دي وطلع النتيجه زي ما انا قلت لسعادتك كده. المساله اللي عليها الضوء 2.52 جرام من هيدريتد كريستال اوف اسيد. ايه اسيد؟ خلي بالك الاسيد ده مرتبط مع الميه. في اسيدز سوليد بتبقى تعمل كومباين مع الووتر زي ما انت شايف كده، دي سولفد ان ديستلد ووتر، وبعدين تو ميك 250 مللي من السوليوشن بتاعه. ده كده المولر كونسنتريشن بتاع الاسيد ده، والكونسنتريشن بتاعه زي ما حضرتك شايف. طيب 25 مللي of this solution was titrated with sodium hydroxide
بال 0.16 جرام من السوليد. مولر ماس الاسيد موجوده والان اي اتش موجوده. which of the following is the number of water molecules. ده عايز الاكس بتاعت الاسيد، وبعدين ذا تايب اوف اسيد ما بين ان هو مونوبروتيك ودايبروتيك وترايبروتيك. كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده زي العسل وانا ما عنديش مشكله بخصوصه. انا دلوقتي عندي مساله هتبدا من غير المعادله. فكل اللي هقدر اعمله ان انا هقول الام اي بتاعت الاسيد مضروبه في الفي اي مقسومه على الان اي بتساوي الناحيه الثانيه الام بي بتاعت البيز مضروبه في الفي بي بتاعت البيز على الان بي. ماشي. ماده الان اي او اتش فيها مجموعه او اتش واحده، فكده الان اي بتساوي 1. الكلام ده حضرتك عارفه. الان بي هي عدد الهيدروجين اللي موجود في الاسيد، اللي هو هنا سؤال مونو ولا داي ولا تراي. فاصبح الان بي بالنسبه لي تارجت حساب. ده الموضوع الثاني بقى من اول كلمه تايتريتد. بيقول لحضرتك 25 مللي من الاسيد ده اللي تركيزه 0.08 مولر كونسنتريشن عمل له تايتريشن، يبقى 0.08 تايمز الحجم بتاعه 25 مللي كويس مقسوم على الان اي بتساوي 1. ما هي عباره عن مجموعه الان اي واتش بتساوي الناحيه الثانيه تركيز في الحجم بتاع البيز ما اعرفش، بس عندي ماس. الماس لو اتقسمت على المولر ماس هتجيب النمبر اوف مول، فانا هقسم 0.16 على 40 على جنب كده 0.16 مقسوم على 40 هجيب مولات الان اي واتش. طلع عدد المولز فورز تايمز 10 بار نيجاتيف 3 مولز. قبل ما تشيل سن القلم حط هنا 1000، وبعدين تحت هتلاقي عند سعادتك رقم الان بي. ده موضوع كده. انا هجيب من هنا الان بي، ومن الان بي هفهم الاسيد مونو ولا داي ولا تراي. طلعت ان قيمه الان بي بتساوي فراكشن وتحت 0.08 تايمز 25 على 1000 وفوق 4 مضروبه في 10 باور نيجاتيف 3. ده هيضيع دي 4 هتشيلها يبقى هنا 0.02 اضربها في 25. الاجابه طلع الناتج ب 2. الاسيد ده دايبروتيك. خلي بالك ان دايبروتيك موجوده في الاختيارات مره واحده، يعني دول كلهم كده ما ينفعوش. انا لازم اطلع الاجابه بتاعت دايبروتيك دي. لسه خطوه حساب الاكس. انا طبعا مش هسكت، انا هكمل اشوف الاكس بتاعت الميه دي هتيجي ازاي. ماس الاسيد، ماس الماده كلها على بعضها 2.52. ده كده الماس بتاع الماده الهيدريتد. لو حضرتك عايز تجيب ماس الاسيد بس هتضرب تركيزه في حجمه في المولر ماس. ضرب دول كده في بعض مولر ماس ب 90 اهي. لو ضربت الثلاث ارقام دول في بعض والحجم باللتر هتجيب ماس الاسيد بس. هيبقى عندك ماس الهيدريتد وماس الاسيد تعرف تجيب منه ماس الووتر اللي موجود. هروح انا بقى الدرافت دي. والله الحته دي تكفي بس ما يهمش. خلينا 250 و 0.08 وانا معايا 2.52. يلا بينا. مسألة اكس عادية جدا. اتش دي دبليو يلا اهو اتش ودي ودبليو. وخلي بالك عشان تبقى فاهم قيمة الاكس بتساوي فراكشن ماس الووتر على 18 تايمز مولر ماس المادة الدراي على ماس المادة الدراي. الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله يبقى موجود، لان المولر ماس بتاع الماده الدراي موجوده. يبقى الاكس بتساوي الووتر هجيبها وال18 ثابته ودي ب90 انت اللي قايل لي. ما عادش بقى الا ماس الووتر هنا وماس الماده الدراي هنا ونخلص. انت قلت ان الاسيد نفسه وزنه كام وهو هيدريتد في المساله؟ الاسيد نفسه وزنه 2.52 ومعانا 250 و 0.08. 250 و 0.08 2.52 جرام. طيب ماس المادة مولر كونسنتريشن تايمز المولر ماس تايمز الفوليوم باللتر 0.08 والمولر ماس ب90 و250 مقسوم على 1000 هيطلع لحضرتك ماس الاسيد وهو دراي، لان ده تركيزه وحجمه ملوش دعوه بالوتر خالص. انا جبت الماس بتاع الاسيد من قانون حساب الماس 1.8 وجنبها كلمه جرام. الوتر بتيجي من الهيدريتد ماينس الدراي.
0.72. قلم احمر خد دي حطها مكان الووتر ودي حطها مكان الدراي، بقت الدراي هنا ب 1.8 كويس، وبقت الووتر هنا ب 0.72. اجابه الاكس طلعت ب 2. اعتقد ان الكلام ده يخليك بكل صدر مستريح توافق على ان اجابه الجمله هتبقى لتر ايه. الصفحه اللي بعد كده جمله 10. على فكره الامتحان ده اسئلته سريعه. All of the following reaction produce substances sparingly soluble in water except بايكربونات. البوتاسيوم هتاخد السلفيت والمغنيسيوم تاخد البايكربونات، ما عنديش رصف في المنهج. هيدروكلوريك اسيد مع البوتاسيوم سايوسلفيت، السايوسلفيت هتعمل برسبتيت اسمه سلفر. سيلفر مع سلفايت هتعمل AG2S رصب ابيض يسود بالتسخين. كربون دايوكسيد مع كالسيوم هيدروكسيد في شورت تايم بيطلع كالسيوم كربونات ما بتدوبش. انت قلت اكسبت حصل بلتر ايه لا يعطي راسب. which of the following يا رب وعدنا بامتحان زي ده. which of the following is true for the reaction A and B when each is performed in a sealed container. وعاء مجوف يعني ومغلق عشان ما الهواء ما يدخلش. التفاعل ده متزن والتفاعل ده كومبليت حتى والوعاء مغلق. والله العظيم كاتب كده في ورق المراجعه وفي الورك شوب. التفاعل ده هو كومبليت يا رب، انت شهيد ووكيل على الكلام. التفاعل ده هو كومبليت even the container is closed. هو برضو كومبليت. الرجوع هنا مش هيحصل ابدا ابدا، مش هيرجع التفاعل. الله اكبر الله اعظم لا ذات والدوام لله. both reactions reach equilibrium. equilibrium مين يا راجل يا طيب؟ مفيش الكلام ده. neither reaction reach equilibrium. reaction واحد reach equilibrium but reaction B doesn't. صح. ايه هو اللي هيوصل حالة الاتزان؟ two solution of two weak acids HA and HB have pH ب3. for each acid HA has a concentration كذا acid HB has a concentration كذا. which of the following is correct؟ هم الاثنين. طيب acid HA and HB has different OH. طب ما هي لو البي اتش تساوت يبقى البي او اتش هم الاثنين متساويين، يبقى تركيز الاو اتش ليهم هم الاثنين متساوي. طيب ال HA وال HB have the same value of KA ولا value ال KA بتاعت الأول أكبر ولا بتاعت التاني أقل؟ سعادتك كده احنا معانا تركيز الأسيد، ممكن نجيب ال KA بعد إذنك؟ ممكن طبعا. ال KA لأي أسيد بتيجي بأكشن ظريف خالص. اتفضل يا فندم. انت معاك البي اتش هنا يبقى تركيز الاتش بوزيتيف هنا بيساوي 10 بار نيجاتيف 3 مولر ليهم هما الاثنين عشان متساويين. طب احنا عايزين كي اي للاتش اي. كي اي بتاع اتش اي بيساوي ايه يا فندم؟ تركيز الاتش بوزيتيف بار 2 قانون الكي اي اهوت عشان اكتبه مره واحده. تركيز الاتش بوزيتيف بار 2 على السي اي هيساوي زي 10 باور نيجاتيف 3 عليها باور 2 مقسوم على 0.1. 10 باور نيجاتيف 6 على 0.1 هتطلع ب 10 باور نيجاتيف 5. لو جيت تحسب نفس الناتج تاني للاتش بي هيطلع 10 باور نيجاتيف 3 باور 2 على 0.01. الاجابه هتطلع ب 10 باور نيجاتيف 4. يبقى الاتش بي اكبر. concentration الكي اي اوف اتش بي از جريتر. انا حسبت الاتش بي ليهم هما الاثنين بس. ازاي هتبقى البي اتش متساويه؟ يعني البي او اتش متساويه، يعني تركيز الاو اتش نيجاتيف متساوي وانت بتقول ديفرنت. الجمله دي غلط، ما ينفعش. انا حسبت الكي اي مرتين وطلعت ان الكي اي بتاع الاسيد الثاني اكبر. shift to the forward direction by increasing the volume of the container. زيادة حجم الوعاء معناها تقليل الضغط. تقليل الضغط تقليل الضغط. أنا واقف بشرح محاضرة المراجعة بتاعت الباب الثالث. قللت الضغط لسه مقفل دلوقتي حالا ورك شوب 3 في الريمونتاد. حضرتك قللت الضغط يعني رفعت البستون ده لبره. يا أخي التفاعل كان حاصل في الوعاء وهو كده. زودت الحجم أهو، زودت الحجم أهو، زودت الحجم اهو. يبقى انت وسعت المكان، يبقى التفاعل هيعمل شيفت للجهه اللي فيها عدد بارتكلز اكتر. ما تحسبش اي حاجه غير الجاز او الفيبر. يلا بينا 1 هنا 1 وهنا 2. لو قللت الضغط التفاعل ده يمشي فورورد.
1 1 وهنا 2 بريشر هاز نو ايفكت. 2 1 3 يبقى الجهه دي 3 والجهه دي 2. لو قللت الضغط هيمشي باك، هيروح للعدد الكبير. 1 و3 4 وهنا 2. لو قللت الضغط هيمشي باك، يمشي باك. انت عايز تفاعل يمشي فورورد، فورورد بتقليل الضغط اهو. يلا يا سيدي. Two tubes A and B each contain equal masses of an active metal and the same acid. If the reaction in tube B is ended in shorter time than A, which of the following is the reason؟ عايزين B أسرع. Division of metal in tube A كان يبقى ال A أسرع. Adding a catalyst in A تخلي ال A أسرع. Increasing temperature of B صح. ده هو سؤال في امتحان ثانوية عامة. طيب ادنج ووتر تو بي هتعمل دايليوت، والدايليوت يقلل التركيز يبطئ التفاعل، وانا عايز البي اسرع. 4 solutions have the same concentration. ايوه. The order of this solution according to the hydronium ion. نبي عسل. الهيدرونيوم ايون تركيز الاتش بوزيتيف. ودي HCl ده اقوى اسيد، هيبقى عنده اعلى تركيز للاتش بوزيتيف، اسيد قوي جدا. وبعدين في اسيد بس ضعيف. طب ماشي، ادي ده 5 نجوم وادي ده 4 نجوم بس، 3 بس عشان اسيد على قده. الناحيه الثانيه الاثنين بيز قويه وبيز ضعيفه. البيز القويه تركيز الاتش بوزيتيف بتاعي بيبقى قليل جدا. البيز الضعيفه تركيز الاتش بوزيتيف قليل برضو، بس يعني هيبقى اعلى سنه صغيره من البيز اللي فوقها، فممكن ادي لها نجمتين ولا حاجه. فبقى 1 أكبر من 3 و3 أكبر من 4 و4 أكبر من 2. يلا يا سيدي، ولا أرقام ولا أي حاجة، الراجل بيتكلم من بره خالص أهو. ليد كلورايد ما هو ودايب ومتفكك وكويس. السوليوبيليتي بتاع البي سي ال 2 when small amount of each of the following salts is added. كلمة سوليوبيليتي معناها الذوبان، والذوبان يزيد لو حضرتك اتحركت فورورد، والذوبان يقل لو اتحركت باكورد ورحت عند السوليد. هو هيضيف مواد، المواد دي هتبقى كومن ايون ايفكت. دور معايا صوديوم سلفيت، ماده الصوديوم ما بيعملش حاجه. هتروح تدور حضرتك على الاس او 4 نيجاتيف 2، هتلاقيها بتعمل راسب اسمه بي اس او 4. فانا كده هسحب دوت، وطالما سحبته يبقى السوليبيليتي هتزيد. التفاعل هيعمل شيفت فورورد، انت كاتب السوليبيليتي هتقل، يبقى الجمله كلها غلط. السوليبيليتي هتزيد لو حطيت صوديوم نيتريت. الصوديوم نيتريت مش هيعمل اي حاجه خالص. الصوديوم نيتريت يعني ايون، لا النيتريت هيشبك مع حد ولا الصوديوم هيشبك مع حد. فانت كده بتحط ماده لم تؤدي الى حدوث اي شيء، فكل اللي عملته انك زودت الفوليوم. فلما ازود الفوليوم هبقى زودت الووتر، فلازم كده ايونز تتفكك اكتر. يبقى لو حضرتك حطيت صوديوم نيتريت اكنك بتعمل دايليوت بالظبط. ما هو لا بيرسبتيت ولا كمان ايون ولا اي حاجه لها دعوه باي حاجه، السوليبيليتي تزيد صح، التفاعل هيعمل شيفت فورورد. طب لو حطيت ليد اسيتيت يبقى انا بحط ليد، ولو حطيت ليد بوزيتيف 2 يبقى انا بزود ده، ولو زودت ده التفاعل هيمشي باك، ولو التفاعل مشى باك يبقى هكون راسب، يبقى انا هقلل السوليبيليتي، وبناء عليه الاختيار ده يبقى اصح. الجمله دي تبقى مظبوطه جدا. السوليبيليتي هتقل. طب السوليبيليتي هتزيد لو حطيت بوتاسيوم نيتريت. البوتاسيوم نيتريت كانك بتعمل دايليوشن بالظبط، حط ميه يبقى السوليبيليتي هيحصل لها زياده. طبعا الكلام بتاع لتر بي ودي يعني كلام، يعني انت بتحط ميه فيها ملح لم يشارك في اي شيء، وانا عندي ماده بتتفكك الى سوليد. انا شايف ان الاجابه تبقى لتر سي، لان اللتر سي الاقوى كمحتوى. انت حطيت ماده زودت تركيز اللد فعملت شيفت باكورد، فخلت التفاعل يمشي في اتجاه بناء البي سي ال 2، يبقى دي الاوضح كقوه جمله بتتجاوب. انما الاثنين الباقيين فيهم عدم انضباط من اللي كتب السؤال. الصوديوم نيتريت والبوتاسيوم نيتريت مواد لا تشارك في اي شيء، لا هتبني راسب ولا هتكون ووتر، كل ما هنالك بس كانك بتحط ميه من الحنفيه. ما الميه اللي انا بضيفها من الحنفيه دي هتاثر على جزء من السوليوبيليتي هنا، ولا انت حطيت الميه وهي ساتوريتد بالايونز فمالهاش علاقه بالايونز بتاع الماده الاخرى، دخلت نفسك في ملف ما فيش منه اي داعي. هنعتبر ان الاثنين دول نو ايفكت،
ويبقى الانسر الكلام المظبوط على لتر سي. جالفانيك سيل فيها XSO4 و YSO4. if metal X is a stronger reducing agent than metal Y يبقى الإكس فوق والواي تحت. which of the following describe what happens in the cell. electron move from Y to X غلط. mass of electrode X بتزيد غلط. X ده انود. negative ion move from the bridge to half cell X الكلام ده صح لأن الانايون move to anode. الجملة دي مظبوطة. reduction of X positive to occur مش مظبوط الكلام ده، الانود ما بيحصلش عنده reduction. الإجابة الصح هتبقى لتر سي. electrochemical cell undergoes the following reaction ماشي. EMF بكذا ماشي. الواي انود حصل له ريدكشن، والاكس كاثود حصل له اوكسيديشن، والبطاريه جالفانيك عشان الاي ام اف بوزيتيف. يبقى الواي ده انود وبوزيتيف، جالفانيك انود وجالفانيك. مظبوط. انزل تحت اكس واي زد ال البوتنشال مكتوبه ريدكشن اوكسيديشن 2 ريدكشن و2 اوكسيديشن. which of the following represent a cell produces the greatest EMF. بنستأذن حضرتك في مسطرة. ريدكشن هنغير الساين، اوكسيديشن هسيبها، واوكسيديشن هسيبها. اعلى رقم في الناس دي كلها يبقى ال، يليهم بعد ال وتعديل الاشارات هيبقى اكس، وبعد الاكس هيبقى زد، وبعد الزد هيبقى اخر واحد خالص تحت واي. اعلى اي ام اف تاخد ابعد مسافه ال مع الواي. ولو حضرتك عايز الارقام هتعمل رقم ال ماينس رقم واي بعد التعديل، ده يجيب لحضرتك قيمه الاي ام اف. ال انود والواي كاثود، الاجابه تبقى لتر سي. سمبلز اكزامبل illustrate cathodic protection of metal against corrosion. كاثوديك بروتكشن يبقى الكوتد ميتال يعمل انود. اغطي ايرن بماده ان اورجانيك such as ريد برايمر، دي كده انوديك بروتكشن، دي كده كاثوديك. لا دي مساله عزل ما تنفعش. طب جالفانايزنج ايرن وزنك دي انوديك لان الايرن هيشتغل كاثود. كوتنج ايرن وز ميتال ذات هاز ا لور ريدكشن بوتنشال لور اوكسيديشن بوتنشال. عشان الايرن يشتغل انود تغطيه انت بميتال تحته يكون كاثود، فاللي تحته ده بيبقى اقل في الاكسيديشن بوتنشال، يبقى تحتيه زي كفرنج الايرن بالزنك كده. which of the following represent the anode half cell during electrolysis of sodium hydride. مادة ال NaH الصوديوم كاتايون هيروح للكاثود يبلع الكترون ويتحول لصوديوم، والهيدروجين او الهيدرايد هيبقى نيجاتيف 1، ده حضرتك هيروح للانود يتحول الى هيدروجين جاز ويفقد 1 الكترون. هيدرايد خلي بالك. 2 وهنا 2 عشان المعادله تظبط، و2 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 عشان اساوي الالكترون. حضرتك عايز انود يبقى بتاع الهيدروجين نيجاتيف 1 يلوه اهو يا فندم. هيدرايد الاتش نيجاتيف 1 هيدرايد NaH. مسألة 22. which of the following metals that deposit 18 gram when 1.5 Faraday passed through its molten salt. metal خلي بالك المولز يلا اهي مولز مضروبة في الفالنس بتساوي كيو، المسألة على الكيو الثابت. طبعا مفيش 2 لان انت قلت ميتال فمفيش جاز، مفيش مولز، في ماس. خلاص يبقى الماس على الاتوميك ماس يبقى 18 على الماس بتاع الميتال اللي معرفوش مضروبه في الفالنس بتاع الميتال. برضه انا مش عارف الفالنس دي مش عارف كام، الفي معرفهاش. الكلام ده بيساوي كيو المساله على كيو الثابته. كيو المساله طلعت ب1.5 وكيو الثابته ب1. طب بتكلمني بالفراديه خليتها لك كلها فراديه. طبعا يا مستر دلوقتي في حاجتين مش موجودين، في الاكس والفي مش موجودين، وفي 2 انون في السؤال. 2 انون مش 2، ما تشغلش بالك. انا عايزين دلوقتي نجيب انا وسيادتك حاجه بسيطه خالص، الفي على الاكس بالجبره سهله كده، وال18 هتروح هناك. فطلعت ان الفي ديفايدد الاكس اللي هو الفالنس على المولر ماس بتساوي 1.5 مقسوم على 18.
بكام بقى ال 1.5 على 18؟ الكلام ده بيساوي 0.083 0.083. ده ناتج قسمة الفالنس على الاتوميك ماس. هروح جاي انا وحضرتك هنا على الاختيارات اللي مكتوبة دي ونسمي الله بالراحة. فالنس على، يبقى دي كده 1 على 23، هنا 2 على 24، هنا 2 على 40، هنا 1 على 39. هتعمل الاربع عمليات دول. انا بقسم الفالنس على الاتوميك ماس، اللي هيطلع معايا الناتج ده هو على الكالكوليتور هختاره 1/23 0.04 مش هو 2.24 0.083 هو اللي انا مطلعه بالظبط. الاجابه مغنيسيوم. تشرفنا يا فندم. Two organic compounds X and Y. X aliphatic compound upon oxidation بيطلع compound used in polyester compounds. البولي استر ده الدكرون، والدكرون بيجي من الفيثاليك اسيد، من الترفيثاليك اسيد والايثيلين جليكول. الايثيلين جليكول ممكن يجي من اوكسيديشن الايثاين. لو عملت اوكسيديشن للايثاين اللي هو CH2 دبل بوند CH2 هجيب الايثيلين جليكول. والترفيثاليك اسيد بيجي من حلقه بنزين، وهنا CH3 وهنا CH3 بعمليه اوكسيديشن. هو قال اكس از ان اليفاتيك، فهنا انا هلغي بقى اوبشن اللي هو الايه ال1 4 دايميثايل بنزين ده، وهيبقى البولي استر الدكرون، ومركب اكس هيبقى الايثيلين. عشان اما اعمل له باير بتفاعل اوكسيديشن، اما اخد خط من هنا واعمل باير يقوم يطلع مع حضرتك CH2 بوند CH2 وهنا OH وهنا OH. طيب لتر واي اروماتيك كومباوند الصوديوم سولت بتاعه بريفنت جروث اوف فانجاي. طب ماشي، ده كده الاوكزاليك اسيد. امر اكس اوبي ذا فورمولا CnH2n plus 2O2 and does not contain carboxyl group، ولا الواي does not obey the formula CnH2nO2؟ الواي ده اصلا does not obey. ايوه does not obey لان دي بتاعت الاليفاتيك وهو اروماتيك. and contain 2 carboxyl group، لا هي واحده بس. طب compound X obey the formula CnH2n plus 2O2 an aliphatic compound that upon oxidation it produces a compound used in polyester. compound YCnH2 and contains a carboxylic group. طب ده حضرتك C7H6O2. ازاي واي هيبقى كده له فورمولا؟ ما تجيش برضه. CnH2n دي ما تجيش. في غلط في صياغه السؤال ده، في غلط. حضرتك بتقول CnH2n بلس 2O2 دي فورمولا الجيليكول. ده هي فورمولا الجيليكول، يعني ممكن تنطبق على الاكس. انت صيغت السؤال فوق بطريقه، ولما جيت تكتب الاختيارات رحت حته تانية. اليفاتيك كومباوند ذات upon oxidation it produce a compound used in polyester. اللي used in polyester ده وده اللي بيجي من يعني لما بعمل له اوكسيديشن بيوديني ليه، فالمفروض ان ده يبقى اكس. انت عامل الصيغه بقى ان الاكس جيليكول. فاحنا لو افترضنا مع حضرتك ان الاكس جيليكول هيبقى الاكس عباره عن CH2 CH2 وهنا OH وهنا OH، يبقى لتر ايه دي صح كده مظبوط. انما واي does not obey هو does not obey and contain a carboxyl group. صح صح. الجمله اهي اجابه السؤال هتبقى لتر بي، ويبقى احنا كده لقينا حاجه تناسب الجمله. واللي فوق دي هشيلها وهمشي على اللي مكتوب بالظبط، ان ده الايثيلين الفورمولا بتاعته CnH2n دي ما تحققهاش، وانما تحقق ناتج الاكسيديشن. انا ماليش دعوه بناتج الاكسيديشن طالما انت ما طلبتوش. الواي هيبقى كربوكسيليك اسيد البنزويك اسيد، دي مش الجنرال فورمولا بتاعته، يبقى هو does not obey وفي مجموعه كربوكسيليك، يبقى صح كده. hydroxyl compound cannot be obtained by a monolysis of an ethyl benzoate isomer. ايه الايثايل بنزويت ايزومر؟ الايثايل بنزويت ده عباره عن استر عامل كده COO وبعدين ايثايل هتبقى C2H5. لما حضرتك تعمل امونوليسيس لده هتقسم من هنا نصين، هتطلع بنزاميد CONH2
وبعدين C2H5OH obtained by ammonolysis of an ethyl benzoate isomer. اتقلنا بقى في السؤال ده ربنا يكرمك، لان الكلمة دي فيها موضوع. ايه الموضوع؟ يعني ايه ان ايثايل بنزويت ايزومر؟ صيغة الانجليش ضعيفة شوية. المفروض ان حضرتك كنت تكتب cannot be obtained by ammonolysis of isomer of ethyl benzoate. isomer of ethyl benzoate. الايثايل بنزويت ايزومر نفسه انا كده فهمت بالانجليش بتاعي بالكيمستري بتاعتي ان احنا هنعمل امونوليسيس لده. وانا لو عملت امونوليسيس لدوت هطلع الايثانول والبنزاميد. فانت لما تقول cannot be obtained يبقى الفينول ينفع اجابه، والمركب ده ينفع لانه ما ظهرش، والمركب يعني كلهم ينفعوا عدا ده. لما تقول cannot be obtained للايثايل بنزويت ايزومر كده انا هروح انا وحضرتك الدرافت نجيب كل ايزومر للايثايل بنزويت ونعمل امونوليسيس لكل واحد فيهم لغايه ما نشوف مين اللي مش هينفع يطلع. طبعا انت لو عملت الحكايه دي هتلاقي ان كل ما تيجي تطلع اوبشن ايزومر مش هتلاقي فيه كلمه الايثايل بنزويت، فكده من قبل ما نبتدي اجابه السؤال هتبقى هنا. ولكن خلينا نشتغل ايزومر في الاستر شويه. خير يا فندم؟ والله يا بيه انت بتقول ايثايل بنزويت، انا هرسمه لنفسي فوق هنا اهو عشان بس ابقى فاهم، وسي او او وبعدين هنا C2H5. انا باخد درس مع مدرس قال لي لو جالك استر لو جالك استر اورجانيك في الامتحان ثبت مجموعه الاستر وغير الاطراف، فهيبقى عندي هنا C2H5 وبعدين COO وبعدين حلقه. ده كده ايزومر ينفع. وممكن الاستر ده طالما هعمل له امونوليسيس اغير الاستر شويه، فممكن اخلي الاستر بالاسيد بسي واحده واجي الناحيه الثانيه واعمل كده. هحتاج احط بقيه الكربون لان انا كده استعملت مجموعه الاستر، فلسه لي 2 سي هقوم انا كاتبهم CH2 وبعدين CH2 ومركب الحلقه هنا اهو، ويبقى كده ده جزء الكحول وده جزء الاسيد وعدد الكربون مظبوط. وممكن اخلي الاستر في النص ما بين الناس دي فيبقى CH3 COO وبعدين CH2 وبعدين نركب هنا حلقه اهو. وممكن اخلي الاسيد ب3 فيبقى CH3 CH2 ورا بعض وبعدين COO. دي انا عملتها، دي اللي هي الاولانيه، بس انا هنا كاتبها C2H5 وهنا فكتها، دي خلاص اتعملت. فهشيل انا بقى دي كده وابقى خلصت ايزومر الاستر كلها. كده انا جبت 3 استرات ينفع. اعمل معايا امونوليسيس بقلم لونه مختلف، فهتكسر من هنا هتطلع CH3 CH2 CONH2 هيبقى بروباميد، وبعدين مركب الفينول هينتج مش هيحصل له حاجه. مركب الفينول اهو بمجموعه الOH. السطر اللي بعده هتكسر من هنا هطلع HCONH2 هيبقى فورماميد زائد حلقه متصل بيها CH2 وCH2 وبعدين مجموعه الOH. ومن هنا هتكسر من هنا هطلع اسيتاميد اللي هو CH3CO NH2 وبعيد شويه هطلع حلقه ومتصل بيها CH2 وعليها مجموعه OH. الوحيد اللي ما ينفعش يطلع من الايزومر هو الايثانول، لان الايثانول هيطلع من ده نفسه، فاي تغيير انت هتعمله هيطلع لحضرتك النتائج اللي قدامك على البورد دي كلها عدا الايثانول، فبقى does not produce هي دي. تمام يا مستر؟ الباقيين كلهم ظهروا على فكره، اللي باقيين دول كلهم ظهروا في النتائج اللي انا كتبتها على البورد. 25 20 42 كاتاليتيك كراكنج طلعت 2 ليكويد وواحد جاز. طلعت 2 ليكويد وواحد جاز. خلي بالك ان المعادله دي احنا قلنا في الشرح انها بتتحل الجبرا مش كيمياء. ان الكين containing 30 مول اوف اتومز بير مول، ده الاكس، يعني الاكس الكين وعدد الاتوم بتاعه 30. الكين ب 30 يبقى 3 ان بتساوي 30 تبقى الان بتساوي 10، يبقى الاكس ده ببساطه شديده جدا C10H20 C10H20. واي heaviest gaseous alkene
الالكين جاز لغايه الرابع، يبقى الواي سي 4 اتش 8. زد نجيبه احنا 4 و10 14 من 20 يبقى 6 و20 و8 28 من 42. 28 من 42 ادي 10 4 يبقى سي 6 اتش 14. طلع الكانه. Which of the following does not represent Z produced from hydrogenation of hexane؟ لا ينفع الهكساين ب6 لو عملت له هيدروجينيشن يبقى الهكسان. يتفاعل مع الهيدروجين HBr according to ماركونيكوف، ينفع برضه لو الدبل ده. لا هيدروجين هالايد ايه ده؟ الكان ما بيعملش اديشن، يبقى الجمله دي غلط. كاتاليتيك ريفورمينج بتطلع كومباوند، الكاتاليتيك ريفورمينج بتاعه بتطلع بنزين، يبقى دي تنفع معاه. جنرال فورمولا مظبوط. اذا الاجابه اللي دازنت هتبقى بتاعت ماركونيكوف دي، لانه الكان والالكان ما بيعملش اد. 26 CnH2nO2 يصلح استر وكربوكسيليك اسيد، طالما بيتفاعل مع الاكتيف ميتال يبقى اسيد. CnH2nO2 يصلح استر does not react with active metal يبقى استر. جنرال فورمولا CN ده الكول وايثر، رياكت مع الميتال يبقى الكحول. رتب الناس دي لو لو المولر ماس متساويه على اساس البويلنج بوينت، اسيد الكول استر، يبقى واي اعلى من زد غلط، زد اعلى من اكس غلط، واي اعلى من اكس غلط، اكس اعلى من زد صح مظبوط. الاسيد اعلى عيله في البويلنج بوينت. اورجانيك كومباوند الموليكولار فورمولا C5H10O2 has a complex functional group of 2 functional groups، يبقى ده كده كربوكسيليك اسيد. ده كربوكسيليك اسيد اليفاتيك عنده COOH عباره عن مجموعه كربونايل متصله بمجموعه OH، ده معنى كلمه كومبلكس. الاسيد اللي عنده 5C22 دايميثايل بيوتانويك اسيد، اجمالي الكربون كده 6 ما يجيش. ايثايل بوربانويت ده استر مش معانا. ميثايل بيوتانويت استر. طب 3 في البروبانويك و2 كربون في البرانش يبقى الكربون 5. توكل على الله. 28 which of the following represent the correct order of some organic compounds according to amount of oxygen required to complete combustion of 1 mole. الميثان عدد الاكسجين في الالكان بيبقى 3N زائد 1 على 2 طالما حضرتك بتحرق 1 مول. في الإين بيبقى 3N على 2 بس. وفي الآين اللي عامل السؤال ده شخص ذكي على فكرة، هيخلي العيل يجرب بفهم ويوصل للنتيجة على طول. 3N ناقص 1 على 2 دي مولات الأكسجين. الميثان 1 في 3 زائد 1 يبقى 4 على 2 يبقى هنا 2. الإيثان حط هنا 2 في 3 ب6 و1 يبقى 7 على 2 ب3.5. الإيثاين 2 كربون حطهم هنا 2 في 3 ب6 ناقص 1 فالخمسة 5 على 2 2.5. الترتيب ده غلط كده، الترتيب ده غلط. الإيثان أنا حسبته من شوية طلع 3.5، والإيثين ما عملناهوش قبل كده نحسبه. حط هنا 2 في 3 ب6 على 2 فال3. الترتيب ده غلط. الإيثاين عملناه طلع 2.5 يبقى 2.5. الإيثين عملناه دلوقتي طلع ب3. ازاي 2.5 أكبر من 3 يبقى غلط. طب الإيثاين عملناها طلعت ب2.5 2.5. الإيثين 3 في 2 ب6 على 2 فيها 3. أنا استعجلت في دي اللي غلط، أنا استعجلت اللي في النص دي شوية. هاتها تاني. الإيثان اتحسبت في أول سطر طلعت ب3.5 يبقى هنا 3.5. الإيثين حسبناها طلعت ب3 تيجي. والإيثاين طلعت ب2.5. لا والله يا مستر ده لتر بي كلام مظبوط، يبقى الأنسر بي. كومباوند A produced by fractional distillation of coal tar، يا بنزين يا فينول. The following reaction in order under standard condition of each occurs for compound A. chlorination by substitution وبعدين NaOH وبعدين نيتريشن هتطلع اكسبلوسيف. لو حضرتك كاتبه ده يطلع البيكريك اسيد. انت هتبدا ببنزين
هتحط له Cl، وساعة ما تفاعله مع ال NaOH هيبقى فينول. الفينول ده لما تعمل له نيتريشن ب3 مول هيطلع لحضرتك البكريك اسيد. 30 ماله ده جميل اهو زي العسل. الاسم الاساسي بنزويك اسيد، امشي على الجهه الاقرب يبقى 2 3 4 5 2 و5 داي نيترو بنزويك اسيد، ده اقرب ترقيم. طبعا البنزويك اسيد بيرنت فاسمه بيتكتب الاول وبتعد من عنده 1، دي اقرب تسميه 2 3 4 دي جت على 5. لو لفيت من الناحيه الثانيه الارقام هتزيد. Describe the properties of each of the following types of alcohol: primary and secondary alcohol react with sodium metal where tertiary doesn't. غلط، كل الكحولات بتتفاعل. برايمري بيحصل له oxidized only to form a mixture of aldehyde and ketone. غلط. Primary alcohol has a continuous carbonate chain while secondary and tertiary alcohol has branched carbonate chain. غلط، ممكن يبقى secondary alcohol وللchain straight برضه. Primary و secondary react with acidified potassium permanganate دي صح. Tertiary cannot be oxidized. Polymer reaction of compound 1 with compound 2 بيطلع بوليمر used treatment of heart disease. اللي بيعالج الهارت ديزيز بوليمر الدكرون، والدكرون بيجي من ايثيلين جليكول وترفيساليك اسيد. رياكشن 3 with an aldehyde give a polymer used in manufacture of cigarette ashtrays. يبقى 3 ده فينول، 3 ده يبقى الفينول على طول عشان بيعمل باكلايت. اشتريز يبقى باكلايت، باكلايت. طفايه السجاير جت في امتحان الثانويه العامه، ده حاجه جميله والله. 3 اورجانيك كومباوندز ماشي، احنا عايزين ايثيلين جليكول وترفيثاليك اسيد وكربوليك اسيد اللي هو الفينول. شرفت سعادتك. by all the following except sulfuric acid على ال Fe3O4 وبعدين adding alkali solution above 200 هيطلع ميكس. ال H اولا الدايليوت سلفوريك اسيد لا يستطيع التفاعل مع ال Fe3O4 to the product of reduction. انتظر يا صديقي، احنا جرينا على دي شويه. انتظر يا صديقي. Fe3O4 لو عملت له ريدكشن بكربون مونوكسيد او هيدروجين هينزلك في FeO، هو ما بيرجعش اير. درجه الحراره هنا تبقى من 400 ل 700 هتلاقي نفسك FeO. حطيت له H2SO4 دايليوتد هيطلع FeSO4. هتعمل له هيتنج عند درجه حراره مرتفعه هيطلع ال Fe2O3. باسنج هوت اير اون ريد ايرنز ان اوكسيديشن هتطلع Fe2O3. الناتج الاول هيبقى Fe3O4 وهتعمل له اوكسيديشن. ايرن 2 سلفيت ان اير فور ا بيريد اوف تايم وبعدين الكالاي وهيتنج. صح هتطلع FeOH باي 3 والتسخين فوق درجه ال 200 هيطلع ال Fe2O3 وميه. ده كلام مظبوط. ايرن 2 دايليوت اوكزاليك اسيد هيتنج ان ابسنس اوف اير. طيب ايرن ان دايليوت اوكزاليك اسيد هتطلع Fe متحد مع COO بوند COO ده الاوكزاليت. تسخين في غير وجود الهواء هيطلع FeO. هتعمل له اوكسيديشن هيطلع ال Fe2O3. طيب فين بقى الجمله اللي لا تصلح اجابه؟ دايليوت وبعدين الكالاي وبعدين هيتنج. ايوه الجمله التي لا تصلح اجابه هي لتر ايه، بسبب انك انت لما تحط على ده الكالاي بعد ما تحط هنا تحط الكالاي هيطلع FeOH باي 2. ده تسخينه مش هيطلع ال FeOH، مش هيطلع Fe2O3. تسخين الماده دي حضرتك هيطلع ال FeO، هيحصل لها ثيرمال ديكومبوزيشن برضه. انت عايز ايرن 3 اوكسايد يبقى الناتج مش من هنا، وبناء عليه اكسبت هتبقى الاجابه لتر ايه. هي دي الاجابه الصح. necessary to produce steel iron from sample of siderite تعمل لها روستنج وبعدين اللي يطلع منها تعمل له اوكسيديشن. السيدرايت FeCO3 روستنج تطلع FeO واللي يطلع منها تعمل له اوكسيديشن يبقى Fe2O3 وبعدين تروح توديه Fe2O3 ده تنضفه من الشوائب وتوديه اي فيورنس يطلع الايرن وبعدين توديه اي مصنع من اللي بيصنع الستيل اللي هو الاكسجين كونفرتر او تحط سبيكه الايرن تحط كربون عشان تطلع ستيل بانترستيشال الوي. روستنج واوكسيديشن وريموفينج امبيورتيز وبعدين اديشن اوف كربون. طب وفين عمليه الريدكشن؟ روستنج ايوه صح كده. الروستنج تحل محل الاكسيديشن مظبوط لان معناها هيتنج ان بريزنس اوف اير.
وبعدين الريدكشن اخليها حديد، وبعدين اشيل الامبيوريتيز مظبوط، وبعدين احط كربون عشان اصنع ستيل. 5 جرام اوف بيور سامبل الومنيوم سلفيت، بيور سامبل دوبت في الميه وحطيت لها امونيا سوليوشن اكسس الامونيا مش هيعمل حاجه غير الترسيب فقط. was completely precipitated. الراجل بيكلمك كويس اهو. precipitated فصل وبعدين اتجفف واتوزن طلع كذا. ايه بقى برسنت الالومنيوم في السامبل؟ كل اللي قدام حضرتك ده العينه امبيور يبقى فيها شوائب، يبقى ال5 دي مش هتدخل الا في حساب الشوائب بس. الرقم اللي يمكن الاعتماد عليه هو 2.03 من ماده الالومنيوم هيدروكسيد. ماده الالومنيوم هيدروكسيد انا بقى عايز اعرف الالومنيوم هيدروكسيد ده جواه الومنيوم ماس قد ايه. هنبدا من عند الالومنيوم هيدروكسيد 2.03. Al2 AlOH باي 3 يحتوي على Al، ورقم البالانس هنا 1 وهنا 1. 2.03 جرام، علامة استفهام هنا جرام. بما ان ارقام البالانس متساوية يبقى عدد المولز متساوي، اذا مولز AlOH باي 3 بيساوي مولز الالومنيوم، وبناء عليه ماس ال AlOH باي 3 على مولر ماس نفس المادة بيساوي ماس ال Al على مولر ماس ال Al. ارقام يا فندم. الومنيوم هيدروكسيد يبقى 27، والأو اتش ب 17 هتضربها في 3 هتبقى 21، و3 في 2 ب6 ومعانا 2 يبقى 27 17 في 3 1 في 3 ب3 ومعانا 2 يبقى 5 يبقى كده 78 جرام. دي مولر ماس الالومنيوم هيدروكسيد. يبقى 2.03 على المولر ماس 78 بتساوي الالومنيوم معرفش على المولر ماس 27. يبقى ماس الالومنيوم ايكوال فراكشن وتحت 78 وفوق 2.03 مضروبه في 27 0.7 وجنبيها كلمه جرام. ده وزن الالومنيوم. حضرتك عايز برسنت الالومنيوم في السامبل يبقى 0.7 divided 5 times 100. الإجابة طلع 14% letter B. Solution فيه 3 ions which of the following express the possible color of the precipitate formed when excess HCl is added then H2S is passed. لو حطيت HCl هعمل راسب أبيض اسمه AgCl، ولو مررت بعده H2S هعمل راسبين لونهم اسود، واحد اسمه AG2S لو كان لسه منه باقي، وواحد اسمه CUS. يعني لو الفضة ما كانتش خلصت من اضافة الالومنيوم لا ده بيقول اكسس من ال HCl يبقى ده قتل من اول خطوة، يبقى ده مش مستحيل يتكون، وهيكون مع حضرتك CUS. ده CUS ده لونه بلاك. يبقى انا عندي a mixture of white and black precipitate. سبارنجلي soluble يبقى هيكلمني في KSB. Which of the following represent the volume of a saturated solution containing 0.1 gram of salt at the same temperature. دي الماس. ماشي، احنا عايزين المولر كونسنتريشن. مادة الليد 2 كلورايد اسمها BbCl2. دي مادة عندها 3 ايونز. الBbCl2 ده عنده 3 ايونز. حاضر. أنا جرت الأحوال معي أن أكتب المادة BbCl2 وأفككها إلى ليد بوزيتيف 2 زائد 2 Cl نيجاتيف 2 Cl نيجاتيف، تحت دي اكس وتحت دي اكس وهنا 2 اكس، وبناء عليه الكي اس بي تساوي دول كده 3 ايون حضرتك، يبقى 4 اكس باور 3 وهي اكس باور 2 يا 4 اكس باور 3 يا اما 27 اكس باور 4 يا اما 108 اكس باور 5. احنا في 3 ايونز، فاصبحت قيمه الاكس اللي حضرتك عايزها بتساوي الروت الثالث للكي اس بي مقسومه على 4 وكله تحت الروت. اذا اكس ايكوال فراكشن كبير وبعدين تحت هنا 4
وقيمة الكي اس بي اللي موجودة في المسألة 1 بوينت، أنا شفتها 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، يبقى 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، 1.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، x equal 0.0144 وجنبها كلمة مولر. الاكس دي بتساوي ماس القانون بتاع شابتر 2 على المولر ماس مضروبة في الفوليوم باللتر. لما الاكس تبقى ايكوال 0.0144 وحضرتك عندك ماس في المسألة ب 0.1، مولر ماس مادة الليد كلورايد BbCl2 عبارة عن 207 زائد 71 بتوع الCl، يبقى 278 ضرب الفوليوم باللتر. شفت كالك بتاع الكلام ده هيطلع الفوليوم بالظبط على شاشة الآلة الحاسبة 0.0249، يعني دي كده الابروكسيميت بتاعها باللتر هيبقى 0.025 لتر. تروح الاختيارات تلاقيها موجودة عند حضرتك 25 ملي عشان انت ضربت دي في 1000. اذا اجابة المسألة هتطلع 25 ملي، ويبقى هو كده عمل لنا ايديا معقولة بان الراجل طلب الايكوليبريم او طلب اللهم صل على سيدنا محمد الايكوليبريم فوليوم، يعني الفوليوم اللي بيحقق السوليبيليتي ديجري اللي احنا حسبناها. مسألة 38 مسألة ايس اتحلت في ورك شوب شابتر 3، والإجابة بتاعتها هتطلع 0.35، أنا حاططها في المذكرة. هنا بقى نلاقي عند حضرتك the following compound cell 2 to be used to plate metal X. all the following are correct except. طب لحظة واحدة، حضرتك بتقول ان في هنا شيء مترسب اهو، ده اللي انا فهمته يعني. يبقى انا هنا بعمل بيوريفاينج، ده بيحصل له تقنيه، ده السورس. انا قلت لحضرتك في حصه الالكترو في الورك شوب في الريمونتادا، اول ما تشوف المنظر ده في الامتحان بعد اذن سيادتك تعال عليه كده واعمل دايره وخد النيجاتيف بتاعه سميه انود السورس، والبوزيتيف بتاعه الناحيه الثانيه ده اهو سميه كاثود السورس. ده كده الشاحن اللي هيشغل البطاريتين. هو كده مش باتري فيهم بتشغل التانية، ده هما الاتنين متوصلين سيريز وهما الاتنين شغالين بأوامر من الشاحن. ده بيخرج كهرباء يبقى ده بيستلم، فالاكس بقى كاثود، وده كده بيستلم الكتريستي فده بيعطيه، فالذهب بقى انود. خد بال سعادتك لانه متصل بالجهه البوزيتيف بتاع البطاريه، والكاثود الالكترونز بتدخل له يحصل عنده ريدكشن. طبعا ده انود يبقى ده الكاثود بتاع النص ده اكس واكس واكس، الثلاثه دول المفروض ان هم زي بعض. وهنا الناحيه الثانيه ده هيبقى انود الجهه دي، لان التشارج بتاعته هتبقى بوزيتيف، لان اللي جنبه ده هيبقى نيجاتيف المفروض. طيب all the following are correct for cells 1 and 2 except cell 2 is used to plate metal X. انا بعمل للاكس بليتنج. طب انت لو هتعمل بليتنج بتخلي الاكس كاثود، يبقى المفروض ان هنا الساين بتاعته نيجاتيف، فالذهب هيروح يترسب عليه. ده كلام مظبوط، ده كده صح، هيحصل ترسيب ذهب هنا اهو بقلم لونه بني عشان يظهر تمام كده، والرد دي هتبدا يحصل لها تآكل لانها بتشتغل انود، فهيتحول لذهب بوزيتيف 2، يبقى الرد الذهب دي او بوزيتيف 3 رد الذهب هتذوب، يبقى الجمله دي صح. سيل 1 is used to purify metal X. لو انا بعمل بيوريفاينج هعمل الكاثود من اكس والانود الكاثود من اكس، ده كده يبقى انود، انا كتبت الكلمه دي غلط، ده كده يبقى انود مظبوط، هيدوب اهو وينزل هنا ويعمل برسبتيت لامبيوريتيز متجمعه تحته، كلام كويس جدا. وده هيروح يترسب عند الكاثود، هيعمل طبقه هنا بلون مختلف اهي، هنا في ترسيب اهوت من ميتال من ايونز الاكس عليه، والرد دي بتتآكل بنفس المقدار عدا قيمه الشوائب، يبقى الجمله دي صح. potential الباتري is slightly higher than that of metal X، بيبقى اعلى قليلا من ميتال اكس واعلى قليلا من الاليمنت اللي حضرتك بتعمل له بتستخدمه في البليتنج، يعني لازم تكون اعلى شويه من الذهب. هي تعلو الذهب وتعلو الاكس في وقت واحد، تعلو الذهب وتعلو الاكس. The oxidation potential of substance A is higher than that of X. فين بقى substance A؟
فين سبستانس ايه في البطارية؟ دي الشوائب. طب بص يا مستر، الاكس اهو اللي بتعمل له بيوريفيكيشن، الشوائب بتبقى تحته لتر ايه هنا كده. اوكسيديشن بوتنشال اوف ميتال ايه از هاير ذان، غلط. الجملة الغلط اهي. صح، مظبوط، سؤال لطيف. الشوائب تحت يا فندم، الشوائب بتبقى عندها اوكسيديشن بوتنشال اقل. بوتنشال الباتري اعلى من ميتال اكس، صح، لانه مش هيحصل بيوريفاينج الا لما تطبق فولتج اعلى من الفولتج بتاع اكس. والبليتنج هنا بيبقى اعلى شويه صغيره برضو من الذهب اللي انت مستخدمه. بس طبعا هو اختيار الذهب في الجمله دي صعب شويه، لان الذهب ده تحت خالص. فانت لو جبت بوتنشال يعني يناسب الذهب، فهو اكيد ناسب كل الميتالز اللي فوقه يعني. هي بس جلت في حته الذهب دي. كنت انت شلت الذهب وخليته ميتال اسمه اي حرف، على اساس ان هو ما تورطش نفسك في حسابات الارقام. بس جمله لتر دي المعلومه اللي فيها خطا تماما، والاختيار واضح. تمام يا فندم. سؤال 40. دانيال سيل ماس الزنك كذا، زين ذا ماس اوف ديبوزيتد كبر از. عارف يخلي دانيال المساله. انا هقول لحضرتك مولز الزد ان اللي تاكلت مضروبه في الفالنس بتاعه بيساوي مولز الكبر اللي ترسب مضروب في الفالنس بتاعه. مولز الزنك هتساوي الماس على المولر ماس، يبقى 6.5 على 65 مضروبة في 2 بتساوي الناحية التانية مولز الكبر، يبقى بتساوي ماس الكبر على 63 ونص مضروبة في الفالنس اللي هو 2. هتشيل الاتنين مع الاتنين وهنا يتبقى لك 0.1، هتضربها هنا هتطلع 6.35 كبر مترسب. 6.35 دي بوزات at the positive بول، صح كده، لان الكبر بيشتغل بوزيتيف وبيبقى كاسود. C2H4 الكالاين هيدروليسيس، حضرتك في الكالاين ميديم متاسف هيطلع جيليكول، هيبقى CH2 وهنا OH وهنا OH، هتعمل له اوكسيديشن كامله، هتطلع الاوكزاليك اسيد. فكره مش ضغطنا عليها في المراجعه بتاع الاورجانيك، ده مكتوب في مذكره الشرح. X used in manufacturing of insecticide، لا. طب الاكس used in car radiators، صح. والواي remove the color of acetamide، لا. الاوكزاليك اسيد ما بيحصلوش عمليه اوكسيديشن الا اذا كان قصدك هنا الدهيد، ده هيبقى موضوع تاني. الاكس used in manufacture of polymers، والواي C2H2O4، لا. كلام ناس عاقلين الى اقصى درجه، كلام ناس عاقلين الى اقصى درجه. By performing the following process in order on organic acid that has pungent odor، ده الاسيتيك اسيد. فريزز at 16 دي الاسيتيك اسيد. نيوتراليزيشن هخليه صوديوم اسيتيت. دراي ديستيليشن هيبقى ميثان. هيتنج ورابيد كولينج بقى استلين. برايمرايزيشن بقى بنزين. المركب اللي متكون هيبقى unbranched aromatic hydrocarbon، هيطلع البنزين بكل نفس طيب. The following represent the correct order to obtain compound الفورمولا بتاعته بنزويك اسيد من compound الفورمولا بتاعته C17 C7 H15 COOH. اسيد هتحوله سولت هيبقى كونا، هتعمل له دراي ديستيليشن هيطلع C7 H16. السي 7 H16 ده هتعمل له كاتاليتيك ريفورمينج كاترف، هيطلع تولوين اهو. التولوين هتعمل له اوكسيديشن هيطلع البنزويك اسيد. والله ما قصرت. نيوتراليزيشن دراي ديستيليشن كاتاليتيك ريفورمينج اوكسيديشن. نيوتراليزيشن اهي ان اليفاتيك اورجانيك كومباوند وذ جنرال فورمولا كذا O2 يبقى جيليكول. aromatic acid containing two different functional groups salicylic acid salicylic acid. A liquid organic compound used in manufacture of artificial fats and as a base for manufacture of compound of general formula CnH2n plus 2O3. artificial fats الدهون الصناعية، وهو ده المادة الأساسية لتصنيع دوت. وده عبارة عن كحول فيه 3 مجموعات OH. Which of the following is true for compound A, B and C? Liquid organic compound used in manufacturing of artificial fats. يبقى ده كده اويل، ده اويل اهو.
والاويل ده عباره عن استر عنده لونج تشين كربون اتومز. كومباوند A يفور مع الصوديوم بايكربونات، غلط. كومباوند B يحول البوتاسيوم دايكروميت فروم اورنج تو جرين السلسليك اسيد ما يحصلوش اوكسيديشن. C ريموف ذا كايل اوف الكالاين بوتاسيوم بيرمنجانيت سوليوشن، ده مركب سي اللي هو الكحول اللي هو الاويل اللي هو بيبقى استر وبيبقى انساتوريتد لان كل الزيوت انساتوريتد. كومباوند A جيف بيربل كلر ويز ايرن ستيل كلورايد، ده الايه ده لو فينول، الايه مش فينول يبقى غلط. الاجابه هتبقى لتر سي، يقصد بالزيوت القابله لاضافه الهيدروجين. الزيت هو انساتوريتد اورجانيك كومباوند، انساتوريتد عنده دبل بوند، لما بتضيف له هيدروجين بتحوله فات، وبما انه عنده دبل بوند يبقى ممكن يعمل تفاعل باير ويتفاعل مع البوتاسيوم دايكروميت الكالاين. وصلنا لاخر جملتين في الامتحان. كالسيوم وبايكربونات الاثنين علين، الومنيوم ونيتريت الاثنين علين، ايرن 2 وسلفيت الاثنين علين. KCl اهو موجود بيهزر. Write the chemical name of the reagent used to distinguish between the solid salt of the 4 solutions by one experiment. احط مادة solid عليهم هم solid وهم solid دي، يبقى حضرتك هتفكر في 2 اوبشن فقط. لا تفاعل للسوليد الا مع دايليوت HCl او concentrated H2SO4. طيب تعالى كده، concentrated sulfuric acid دي اجابة السؤال. ليه بقى؟ احنا هنستمتع جدا مع بعض في الجملة دي. الكالسيوم هيعمل CaSO4 ويرسب، والبايكربونات هتطلع فقاعات من CO2. الالومنيوم مع السلفيت مش هيدي حاجه، بس الماده دي هتطلع NO2 هنا لونه ريدش براون، هيتكون ريدش براون فيومز عند الانبوبه كلها مش الفتحه، الانبوبه كلها هتبقى ريدش براون. ايرن 2 سلفيت مع دي هتطلع نو رياكشن، حضرتك مش هتطلع هنا تفاعل. والKCl هيطلع HCl، لو حطيت له رد مبلوله بالامونيا هيعمل وايت فيومز. دي الوحيده اللي مش هتستجيب مع ال H2SO4، الرد فيها هيبقى نو رياكشن. Which of the full solution give a precipitate with an excess of sodium hydroxide؟ صوديوم هيدروكسيد وراسب باكسس. كلمة اكسس دي فيها قطع رقبة، لان انا كده ضمنت ان الكالسيوم ما بيرسبش في المنهج مع الهيدروكسيد، الالومنيوم مع الاكسس هيذوب فمش هيكون معاك الا الاف اي او اتش باي 2 بس لونه وايت جرين. Which of the above solution give a gas and a precipitate بسلفوريك acid is added؟ الأنبوبة الأولى. الجاز أهو والبرسبتيت أهو من قبل ما أقرأ. Which of the above salts cannot detect its cation by a normal chemical reagent؟ الكاتايون بتاعه مش هينفع يتكتب له KCl، لأن الكي بوزيتيف soluble على طول، وطالما soluble يبقى تكوين الراسب بتاعه يبقى صعب. وانا عندي مبدأ في الكيمياء بيقول ان الكاتايونز بتتكشف عنها بالترسيب، هو ما بيرسبش فمش هعرف اكشف عنه. C6H6 حلقة بنزين، ايرن مع FeCl3 هيطلع كلورو بنزين. فريدل كرافت هيطلع عندك مركبين اورثو وبار، مرة الCl هنا وهنا CH3، ومرة الCl في نفس المكان برضو اهيت، وبس الCH3 هتبقى تحت. NaOH وبريشر اللي فوق هيطلع فينول مع تولوين، يعني OH هنا وهنا CH3، واللي تحت هيطلع فينول بمجموعة الفينول برضو بس مجموعة التولوين هنا. لما تيجي تعمل اوكسيديشن يطلع لحضرتك المركب اللي في المنهج. بقى نشتغل على اورثو. الاوكسيديشن هتجيب سلسليك اسيد COOH هنا ومجموعة OH هنا. ان حطيت له بتاع ده CH3 هيطلع اسبرين اللي هو الاسيتايل سلسليك اسيد، وان حطيت له ميثانول هيطلع الماروخ اويل. هكتب رمز الاسبرين حلقة، مجموعة COOH هتفضل زي ما هي، وبعدين O وC دبل بوند O وCH3، والماروخ اويل هيبقى حلقة، وهتسيب مجموعة OH زي ما هي وتعمل هنا COOCH3. If you know that compound E is used in medical drug، ما هما الاثنين recommended to be taken plenty of water، ماشي.
يعني كومباوند اي هو الاسبرين، والله هي جت معايا كده صدفه يعني. كيميكال فورمولا اوف كومباوند زد اند واي، انا كتبت كل حاجه. كيميكال فورمولا اوف ذا اسيد بروديوسد باي اسيديك هيدروليسيس اوف اف. لو حضرتك كسرت اف بالاسيد هيدروليسيس هترجع السلسليك اسيد كما كان، COOH هيرجع كما كان بالظبط. منشن 1 يوز اوف اف تريتمنت اوف ريوماتيك بين. انا وحضرتك خلصنا التجريبي الخامس تقييمي للامتحان. الامتحان يعتبر متوسط المستوى. الاورجانيك الى حد ما قويه شويه في التجريبي الخامس، يعني اقوى اسئله بالنسبه لي اسئله الاورجانيك، وباقي الامتحان كلام عادي. بشكر حضراتكم جدا، ونلتقي ان شاء الله عما قريب في التجريبي السادس على خير. ربنا يعينكم ويصلح ما بين ايديكم وينفعكم بكل شيء بنقدمه. ربك يعطينا العافيه والباقي مقدور عليه.